السلام عليكم الاخوان، كي دايرين المتابعين ديالي؟ لاباس عليكم؟ صحيحه؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه ان شاء الله يا سيدي يا ربي. اليوم الاخوان ديالي اليوم غنقدم لكم واحد طاجين ديال السفرجل. مع حنا في حلول الموسم ديال السفرجل دابا موجود. ما شاء الله خير سيدي ربي موجود. ودابا هدي هي الفطره ديالو. الانسان يغسلو يقطعوه وينقيوه ويديروا في المجمد. راه ما تطرى ليه حتى شي حاجه. من الاحسن ما تسلقوش، غير قطعوه نقيوه مزيان وديروا ليه واحد الايس في الظهر ديالو وحطيه في المجمد بلا ما تسلقيه بلا ما حتى شي حاجه. راه من تجبديه عادي كيتسلق دغيا. ما شاء الله المنتوج ديال المغرب ديالنا راه معروف مزيان. من الاحسن بلا ما تسلقيه، لان ملي كتسلقيه وكتجبديه كيكون دخل فيه الماء وداكشي ديال المجمد. فاش كتزيد تسلقيه كيتحل مزيان وكيولي مداير يعني كنقول لك دايب. يعني من الاحسن تخليه في المجمد من غير سليق ولا حتى شي حاجه. جبديه مباشره، حطيه في الماء، حطيه في الطنجره، ديري عليه الماء وحط المليحه. المهم ما نديرش عليكم، انا غنوريكم الطريقه كيفاش. دابا غندوزو باش غادي نصبوا الطنجره ديالنا. هنا عندي راه الطنجره وجدت التوابل ديالي. هنا عندي واحد الكيلو ديال اللحم، ها هو ديال الملج اللي قطعتوها وقطعتو طريفات لان جاتني الملجه كبيره شويه وقطعتها. صافي نحطو نصبو داك اللحم ديالنا في الطنجره. ها هو هنا عندنا واحد التخليطه ديال التوابل. عندنا الخرقوم، عندنا الابزار، سكينجبير، التوابل ديال سميتها المروزيه. عندي هنايا واحد شويه القرفه، عندي الثومه اللي فرمتها قطعتها شويه. غادي نصبوا هادشي مزيان هنايا كله على بعضه، يعني ماشي على ما درنا كل حاجه بوحديتها. هنا غادي نصبوا الزيت. قلنا حتى المليحه راه عندناها. واش ذكرتها ولا ما ذكرتهاش؟ ما ذكرتهاش راه الملحه معروفه. هنا كنخلطوا ديك التوابل في اللحم، ندخلوها في اللحم مزيان. صافي حنا ما غادي نحرقوا ما غاديش نحرقوها بالعطريه والزيت. غنديروا الماء مباشر. البصله ما غنديرهاش دابا حتى كيدخل نص طياب اللحم، عاد غندير البصله. على بركه الله نشعلوا البوطه، ها هي، ونخليها مباشره بالماء. من الاحسن ما تقليوش الزيت مع العطريه، لان ملي كتحرق التوابل مع الزيت ديك التوابل كتمشي المتعه ديال ديك اللذه ديالها وديك البنه ديالها كتمشي، ما كتبقاش كتحرق، ما كيبقى عندها لا طعم ولا حتى شي حاجه. من الاحسن الماء الزيت كلشي في دقه. وصبي الطنجره ديالك باش بغيتي اللحم ديالك يجي زويون ويجي شارب داك العطريه ديالو التوابل ديالو. في الاول كنزيدوا العافيه كنديروها على المجهده حتى كتنوض الطنجره ديالنا. من بعد ما كتنوض الطنجره كنمهلوا البوطه مهله كتير شمعه، وتنخليو اللحم ديالنا كيطيب على خاطرو حتى ملي غادي اللحم كيطيب. عاد كنجهدوا البوطه باش كتنشف ديك المريقه، عفوا تنشف ديك المريقه وكتعلق، تجي معلقه. نتوما غادي تعيشوا معايا المراحل ديال هاد الوصفه ديال اليوم مع الطاجين ديال الشفرجل. على بركه الله غندوزو دابا باش غادي نوريكم الشفرجل. هنا عندي الشفرجل اللي هضرت لكم عليه. انا نقيته قطعته ونقيته ودرت فيه واحد الاس. ها هو كلهم درت فيهم داك الاس هذا باش كيدخل فيه ديك سميتها ديك هما كاملين دايره فيهم داك الاس كاملين. هما باش كتدخل فيه ديك السكر وديك القريفه ملي كتبغي تحمريه وتشحريه وفي نفس الوقت كيطيب دغيا. راه نقيناه وصايبناه. غادي نديرو عليه دابا الملحه، عفوا الماء. ها هو صافي. غادي نديرو المليحه، شويه الملحه ماشي بزاف لانه هو راه غادي يتعسل. غير الملحه كتحيد ديك كتعطي واحد اللذه وكتحيد ديك المروره ديال السفرجل. صافي غادي نشعلوا عليه البوطه.
صافي وغادي نخليوه يتسلق. الطنجره ديالنا راها كتغلي، كتنوض ديال الحيمات. دابا نخليهم ومن بعد نتلاقاو مع ثاني ملي غادي يتسلق هذا الشفرجل. غادي نصفيوه من الماء وغادي نعسلوه قدامكم. راكم غادي تشوفوا المراحل كامله. دابا اللحم بعد ما كتحسي به قرب يطيب، هو الخلوط ديال اللحم هو كيطبخ. كنزيدو عليه البصله. بين البصله كتذوب دغيا صافي كنخليوه صافي كنسدو عليه. البصله راه كتساعد حتى اللحم كيجي مهشش. وهنا داك الصفرجل ديالنا بعد ما كنشوفوها هو طاب وتبدل اللون ديالو. شوف اللون ديالو كيفاش صاير. دابا غادي نصفيو منين داك الماء وغندوزو باش نعسلوه. دابا غنكب واحد شويه ديال الزيت باش كيعطيه واحد اللون ذهبي، شويه ماشي بزاف. وغادي نزيدو السكر. حيدنا داك الماء خلينا غير واحد شويه باش غادي فاش غيتعسل. وغادي نزيدو واحد المعلقه ديال العسل. ها هي الا ما كانش العسل كديري هذاك الماء زهر باش كيعطي واحد النسمه وواحد اللذه زوينه. صافي وغادي نحطو القرفه. هي واحد المعلقه ديال القرفه اللي كتعطي واحد اللون. وكنزيدو واحد المعلقه ديال المطيشه ديال الطرز. هذه كتعطي واحد اللون خطير في الصفرجل. حاولوا ملي تكونوا تسلقوا الشفرجل ما تخليوش حتى يتبيصر بزاف يتحل بزاف باش يبقى لكم زوين وكيجي في الديكور في الحطه كيجي الديكور ديالو زوين. صافي غنخليوه نسدو عليه ونمهلو عليه البوطه وغنخليوه يتشحر على خاطرو. ندوزو معكم الشكل النهائي. دابا المريقه ها هي كنا كنطابو. شوف تختار المريقه هاي تولي خضراء كتطفيو البوطه عليها. دابا غندوزو باش تشوفوا داك الشفرجل ديال كيفاش تعسل. هو كيفاش ولا شوفوا كيفاش رجع. ها تبقى داك المطيشه وداك القرفه كيعطيو واحد اللون زوين. دابا صافي وجد. غندوزو معايا للشكل النهائي ان شاء الله. دابا غندوزو باش نقدمو في الطبسيل باش نحط ليه. المهم هي كانت مفاجاه. انا كانت جايه عندي بنت عمتي وبنتها وطلعت واحد المفاجاه واعره. طلعت عمتي جات عندي وراني فرحانه بزاف. عمتي عندي اليوم. ودابا هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا بالشفرجل. كما قلت لكم راه الموسم ديال الشفرجل دابا. الانسان يستغل الفرصه ويقطع ويدير في الثلاجه ما طيبوش. غير قطعيه وديري فيه داك الايس. ها هي اللي كندير فيها. ها هي وكديريه في الفريكو ما كتوقع ليه حتى شي حاجه. جبديه وطيبيه كيجي غزال. كنرشوا واحد رشه ديال الجلجلان. ها هي راه تيبقى واخا يجلس العامين ما تطرى ليه حتى شي حاجه. صافي دابا الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. ها هو هي ديال الشفرجل مع البرقوق. قدمت معاه واحد الطبقه ديال الشلاضه مشكله. هنا كاين واحد الزعلوك يعني تقدموا معاه في العشاء. وبالصحه والعافيه وليله سعيده وليله فرحانه بعمتي اللي عندي. عمتي الوحيده اللي عندي هي معايا معشيه معايا اليوم. كانت مفاجاه ساره والله. ما فراسي راه عمتي جايه عندي. انا فراسي غير بديعه وبنتها ابتسام هما اللي فرحانه بهم. طلعت عمتي حتى هي جايه. ايوا نهار كبير هذا وغتاكل معايا هاد الطاجين. وبالصحه والراحه والى فيديو قادم ان شاء الله. وتنشكركم بزاف 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 على المشاركه ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.